كان في منتصف شهر يناير سنة 1920 تقدمت السيدة زينب حسن وعمرها يقترب من 40 عام ببلاغ إلى حكمدار بوليس ليل البالغة من العمر 25 سنة. وقالت صاحبة البلاغ إن بنتها اختفت من 10 أيام بعد ما زارتها ست. حتى الست دي ما كانش معروف اسمها ولا رسمها ولا أي حاجة، لكن نازلة سابت غسيل البيت منشور فوق السطوح، وحتى ما جمعتوش ولا شالته قبل ما تخرج. كمان سابت حاجات كانت المفروض انها توديها لوالدتها. ولما سألها عن اوصاف بنتها نازلة اللي اختفت، قالت امها نحيفة الجسد، قوامها جميل، متوسطة الطول، سمراء البشرة، كانت لابسة غوايش ذهب في ايدها وخلخال فضة وخاتم وحلق ذهب، وانها في الاخر مش عايزة تظلم اي حد. احنا ستات واهل ورجالة اسكندرية ما تعودناش نظلم حد. 16 مارس كان البلاغ الثاني تلقاه رئيس نيابة اسكندرية الأهلية من محمود مرسي عن اختفاء الحرمة زنوبة مرات حسن محمد ديدان. قال صاحب البلاغ وهو بيحكي قصة اختفاء أخته اسم سيدتين تقريبا على ما يذكر كان اسمهم راية وسكينة، ولكن الشكوك ما راحتش ولا اتجهت ناحيتهم لأن ده اسم اتقال مرة وخلاص. أكد محمود ان اخته زنوبة خرجت لشراء لوازم البيت، فقابلت المدعوة اللي تقريبا سكينة واختها وراحت معهم قبل كده بيتهم، وخرجت تاني وما رجعتش. لكن الشرطة قالت ان الاسمين دول مش معروفين، ما تذكروش كتير. وقبل ما تفوق اجهزة الامن وتصحى وتحس بخطورة اللي بيحصل واللي بيجرى من حواليهم، تلقى وكيل نيابة المحاكم الاهلية بلاغ تاني ثالث كمان من فتاة عندها 15 سنة اسمها ام ابراهيم. ام ابراهيم جت بتقول له امي زنوبة عليوة يا بيه اختفت. بتشتغل ايه امك؟ بتشتغل بياع طيور، عندها 36 سنة. وكمان مرة ذكر اسم سكينة باعتبارها كانت اخر واحدة زارتهم هناك في المحل الطيور بتاعهم. الاسم بدأ يتكرر. في نفس الوقت بيتلقى محافظ اسكندرية شخصيا بلاغ هو الاخر من حسن الشناوي الجنايني في الاباري ان زوجته نبوية علي اختفت من 20 يوم. تمتلئ اسكندرية وغيرها من المدن بفزع ورعب غير مسبوق. البلاغات لم تتوقف والجناة المجهولون ما زالوا يخطفون النساء، والبلاغات عمرها ما وقفت، والخوف بيسيطر على كل البيوت. والحكاية خطف النسوان اللي مالية البلد قلقت كل الرجالة قبل الستات. ودي بلاغ كمان بيتلقاه محافظ اسكندرية من نجار اسمه محمد احمد رمضان عن اختفاء زوجته فاطمة عبد ربه وبتعمل شيخة مخدمين. وبيقول زوج فاطمة عنها انها خرجت ومعاها 54 جنيه بحالهم ولابسة 18 غويشة وزوج مبارين وكمان حلق ذهب. وبدأ يدي اوصاف مراته وهو بيحكي. كل الناس كانت مستغربة جدا في الاسم، ازاي يسيب مراته تخرج ومعاها 18 غويشة و54 جنيه وكمان جوز المبارين. بلاغ كمان عن اختفاء فتاة عمرها 13 سنة اسمها قنوع عبد الموجود. وبلاغ كمان عن اختفاء زوج التاجر سوري الجنسية اسمه الخواجة وديع جرجس. قال ان حصل اختفاء لبنت او لسيدة اسمها لولو مرصعي تعمل خادمة في احد الاماكن، خرجت لشراء اشياء من السوق ولم تعد وكان معاها فلوس اللي هتشتري بيها الطلبات. خد عندك بلاغ كمان عن اختفاء سليمة ابراهيم الفقي بائعة الجاز واللي عايشة لوحدها في حارة اللبان. بلاغ كمان عن اختفاء الحرمة فردوس وكانت بتتزين بمصاغ ثمنه بيصل ل60 جنيه.
وكانت كمان معاها جوز اساور ثمنه 35 جنيه وحلق قشرة وقلب ذهب متعلق في سلسلة ذهب وختمين ب3 جنيه. واخيرا استدعى اليوزباشي ابراهيم حمدي كل من له علاقة بقصة اختفاء فردوس، وكانت المفاجأة الاخرى ان يذكر اسم سكينة من جديد. تم استدعاء سكينة، ودي ما كانتش على فكرة اول مرة سكينة تتردد على اسامي البوليس. سكينة سمعتها مش قد كده، سكينة راحت وكل مرة كانت بتروح قبل كده الاسم كانت بتعمل صداقات مع الناس اللي بره واللي جوه. سكينة كان كل اللي بيميزها واللي الناس عارفة عنها انها مهتمة قوي بالخمرة، شغفها الدائم بالرجال، وان كل ده هو اللي كان بيشغل بالها. مع كل البلاغات دي ظلت اجهزة الامن عاجزة وحيرة، وكان لابد من ان تتدخل عدالة السماء علشان تنقذ الناس من دوامة الفزع ولتقتص للضحايا. وبدأت تتوالى المفاجآت من جديد للكشف عن واحدة من افظع جرائم القتل في مصر. كانت البداية 11 ديسمبر سنة 1920. تلقى اليوزباشي ابراهيم حمدي اشارة تليفونية من عسكري الدورية بشارع ابي الدرداء بالعثور على جثة امرأة ووجود بقايا عظام وشعر راس طويل، وبجوار الجثة او بقايا الجثة طرحة وفردة شراب، وكمان كان موجود حاجات مش معروف دي ايه، وكان موجود حاجة زي صورة. صعب على الجميع معرفة صاحبة الجثة وإن كانت دي من الغائبات اللي تبلغ عنهم ولا لا. في نفس الوقت تقدم رجل ضعيف البصر اسمه أحمد مرسي عبده ببلاغ للكونستايل الإنجليزي جون فيليبس، وهو كان النبطشي في اسم اللبان. وبيقول الراجل اللي تقدم بالبلاغ انه كان بيعمل بالحفر داخل حجرة لإدخال المية والقيام ببعض أعمال السباكة، ففوجئ وهو بيقلب وبيحفر في المكان بعظام بشرية. طيب النور بايت على الحرمان بالسهر لكن في صدره غريب زي السمك في النيل، لكن في صدره غريب زي السمك في النيل، على ناس محيطها شيء بصيح وسلوك عيني على الإنسان. ملازم شاب فأسرع بنفسه لبيت الراجل فرأى الملازم الشاب جثة، فتحمس أكتر للتحقيق والبحث في القضية، فاكتشف سريعا ان البيت ده مأجره راجل اسمه محمد أحمد السمني، وبيأجر أخذ البيت من الباطن لحسابه الخاص. وكان مأجر آخر الناس من اللي كانت مأجرة كان في حرمة اسمها سكينة بنت علي وصالح سليمان، وان سكينة بالذات هي اللي أجرت الأوضة اللي وجد فيها الجثة تحت البلاط. وسكينة سابت الأوضة دي بعد ما طردها صاحب البيت الأصلي بحكم قضائي، وقال عنها مشيها مش تمام. وقال الشهود من الجيران ان سكينة حاولت تعود للغرفة بكل الطرق والإغراءات، وانها كانت هتتجنن علشان ترجع تاني، لكن صاحب البيت ركب راسه وقال ان عودة سكينة للغرفة مش هتكون إلا على جثته. وقال كمان سلوك سكينة خليع، والنساء اللي دايما بيجوا عندها مش مريحين ابدا. ده كان كلامه عن سكينة. لاحظ احد المخبرين واللي يدعى احمد البرقي انبعاث رائحة بخور كثيف في احد المرات من غرفة المدعوة راية بالدور الارضي في منزل خديجة بشارع علي بيك الكبير. واكد المخبر ان دخان البخور كان بينطلق من نافذة الحجرة بشكل مريب مما اثار شكوكه، فقرر انه يدخل الحجرة
الا انه كما اكد ان ريا اصابها ارتباك شديد جدا لما سألها المخبر عن سر اشعال الكمية الغير طبيعية من البخور، فقالت له انها كانت بتترك الحجرة وفيها بعض الرجال اللي بيزوروها وكان بيبقى بصحبتهم عدد من النساء، ولما بترجع بتلاقي ريحة الأوضة لا تطاق، وقالت انها تشغل او تولع شوية بخور زي ما نصحتها الجارة. اسرع الى اليوزباش ابراهيم حمدي نائب مأمور القسم اللبان وقال له عن اللي شكوا في ريا وغرفة ريا الغريبة، وعلى الفور انتقلت قوة الشرطة ليجدوا مفاجأة جديدة، وهي ان بلاط غرفة ريا بلاط جديد ونزعه كان سهل جدا. حسوا بده من نظرات ريا وخوفها ونظراتها المستمرة ناحية الارض، لقوا جثة الثانية الثالثة، وفجأة اكبر بالعثور على خاتم مربوط في حبل كان موجود مع احد الجثث، وسألوا ريا خاتم مين؟ ما قدرتش تنكر وقالت لهم ده خاتم حصل الله. ريا قالت اللي بيقتل يبيه هم عرابي وعبد الرازق، وانها عرفت عرابي من 3 سنين لانه صديق اخوها وهو فتوى وقوته كبيرة ومحدش يقدر يقول له لا على اي طلب بيطلبه. بدأت تتضح معالم وخيوط القضية، تأمر النيابة بالقبض من ورد اسمه في البلاغات وعن الجثث وعن الناس اللي قالت اساميهم ريا. كمان بعد القبض على الجميع المتهمين بتظهر مفاجأة جديدة، لما تم البحث في كل غرفة سكنت فيها ريا او سكينة كانوا يجدوا جثث، كل ما كان ريا او سكينة قعدوا فيه كان لازم يكون فيه جثة واثنين وثلاثة واربعة. اضافة لده اكبر شاهدة اثبات في القضية كانت بنت المدعوة ريا اسمها بديعة. اعترفت بديعة بوقائع استدراج النساء لبيت خالتها وامها وقيام الرجال بقتلهن ودفنهن في نفس مكان القتل في غرفة النوم وغرفة المعيشة والعيشة اللي بيعيشوا فيها. ورغم الاعترافات الكاملة البديعة لكن حاولت كطفلة بتحب امها انها تبعد عن امها اصابع الاتهام، ولكن ريا برضو حاولت تغير اقوالها ولكن ما حصلش غير ان حصل مواجهة وبانت الحقيقة. سعادة البيئة وليا ضعيفة ومكسورة الجناح قصد 2 مفتريين وظلمة. مين الاتنين دول؟ واحد يا اسمه عبد الرازق والتاني اسمه عرابي الصوامعي. صوامعي؟ نابو يا بيه، نابو الصوامعي. هو جدع صعيدي وعامل فتن وبحر كله بيعمل له حساب. تاني غلبانة يا بيه، انا عزمته هو وصاحبه عبد الرازق من قيمة 3 سنين عندي. وعرفتيهم بأي صفة؟ بصفة جيران. انا عرفتهم بصفة جيران، كانوا قصدي في السكن، وعرابي كان كل ما يشوفني يقول لي ما تخافيش من حد، ان حد زعلك انا عرابي الصوامعي. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ مرة يا بيه نوبة واني ماشية في الشارع في الابراهيمية في عز الظهر. امتى الكلام ده؟ من قيمة يجي 3 سنين، لا 6 شهور. واني ماشية في الشارع قابلته هو وصاحبته نازلة بالليل، قال لي انا عايز نجيب الحرمة دي ونيجي نقعدوا عندك في البيت. اني فهمت، قلت له بس اني جوزي يزعل. قال لي منعول ابوكي لو اللي جابوا ابوكي انت والراجل اللي انيكي، امشي يا بنت على البيت. خدتهم يا بيه، رمالي نص ريال وقال لي اجري هاتلنا اكل وشرب بس عواقي ما تجيش طوالي. وبعدين يا راجل كملي ما تخافيش. بعدها بيه يجي ب2 رجعت ولقيته قاعد قصاد البيت، ولما سألته على النازلة قال لي مشت، كانت مستعجلة ومشت جاتها القرف. وبعدين يا بيه بعدها بقيمة
جمعتين بقيت اشم ريحة حاجة نتنة في البيت، قمت تاني خفت كمان انا قلبي ضعيف يا بيه، يعني قلبي ضعيف. سألت جارتي ام حافظ قالت لي بيبخري بلاستيكها، قعدت مبخر يا بيه لغاية ما الريحة راحت. دي كل اقوالك ولا في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ ايوه يا بيه، ايوه. بعدها بردك بقيمة 3 اشهر، لا 4 اشهر يا بيه، قابلته في الشارع هو وصاحبه عبد الرازق وكان معاهم حرمتين. قالوا لي بردك احنا عايزين ناخد الحرمتين دول عندك في البيت. قلت له انا خاف من جوزي الله يضربني. قاموا الاثنين يا بيه ضربوني بالشلوت في بطني. لا يا بيه حرام، كلمة حرام. واحد ضربني بالشلوت في بطني والتاني ضربني بالشلوت في ظهري بردك. قد ايه الفنانة عبلة كامل دور بإتقان رائع. يعني انا اتعمدت ان انا اجيب حتت كده من المسلسل وعلشان ندعم بيها الحكاية ونشوف. يعني ممكن الفنانة عبلة كامل يعني احنا بس بدوية انا مبتسم، لكن اتقان غير طبيعي لشخصية فعلا لست قتلت قتلة وبتنام والجثث تحتها. متخيلين يا جماعة واحدة يعني انت تقتل قتيل مش تمشي في جنازته وتدفنه تحت السرير بتاعك وتنام؟ كمل نوم بقى. بتتوالى اعترافات المتهمين حسب الله الشاب اللي بدأ حياته في ظروف لا دخل له فيها. طلب منه أهله أنه يتزوج أرملة أخيه فلم يعترض، ولم يدري أنه سيتزوج أكبر سفاحة نساء في تاريخ الجريمة راية. وعبد العال الشاب اللي ارتمى في أحضان سكينة 4 سنين بعيدا عن أمه التي تحضر فجأة للسؤال عن ابنها الجاحد، فبتكتشف أنه تزوج من سكينة، وبتقابل سكينة فتطلب من ابنها أنه يطلق هذه السيدة الغير مريحة، لكن عبد العال بيصر ويلح لأنه بيحب سكينة، كان دايما بيقول عليها مصطلح كده في المسلسل. أما القاتلة الكبرى ريا فظلت تقول وتعترف وترجع تغير كلامها، حبت تضلل العدالة بأكتر من طريقة، جمود وصمت وتحدي، وده اللي يدل على قلب ميت ومشاعر متبلدة لدى كائن انعدمت منه الآدمية بكافة الصور. ولكن مع تضييق الخناق اعترفت ريا بالجريمة واعترفوا كلهم بهذه الجريمة الشنيعة. دلوقتي بعد اعتراف سكينة ما بقاش عندك اي حاجة تقوليها غير انك تعترفي زيها. استمارة خمرجية كلامها ما يمشيش عليا، لكن تجر رجليا معاها لا. انت هتقعدي برضه تلفي وتدوري؟ مش دي صورتك انت وبديعة؟ لقيتوها فين؟ وسط الجثث اللي كانت تحت بيتك على بيت كبير. عسكري هات بديعة. تعالي يا بديعة، تعالي متخفيش. بديعة رايحة اعترفت وقالت ان هي شافت الجثث فوق السؤال الموضوع. عينة بتوسعني انا ما موتش حد. عبد الرازق وعربي وحطب الله هما اللي كانوا بيموتوا. انا ما منطقش نشوف كتف حد بتموت قصاد. انا كده اختي اللي كانت بتستنى معاهم هو ال4 رجاله اللي بيموتوا. خرج بديعة. يعني نقدر على كل حاجة يا بيه. طبعاً. 17 جثة. عايز اعرف كل اللي حصل. اهدي كده وتحكي لي.
ارتد على كلامهم وابصم النار. كل اللي تعرفه يا حسب الله، وكل اللي شفته، وكل اللي حصل بمعرفتك، وكل اللي حصل قدامك، عنده بأقوالك بأقوال اللي هتعرفه عشان أعرف الحقيقة. اعترافات راية وسكينة، اعترافات راية وسكينة، اعترافات راية وسكينة، اعترافات راية وسكينة. فالقضية دي طلبت النيابة بإعدام المجرمين الرجال وتطبيق الإعدام على المجرمات أيضا، برغم أن ذلك كان ممنوع قضائيا وقتها. هذه القضية قيدت بجدول النقض تحت رقم 1937 وقدم طعن، وقضي بعدها برفض هذا الطعن في 30 أكتوبر سنة 1921. نفذ حكم إعدام راية وسكينة والأعوان داخل الإسكندرية 21 و 22 ديسمبر سنة 1921. وطوي مع هذا التاريخ واحدة من أصعب وأبشع جرائم القتل في تاريخ القضاء المصري، وستظل دوما مسار تفكير ونقاش في كل الأجيال. ولكن سؤال بديع، الطفلة اللي كانت يعني ليس لها ذنب في أي حاجة، زي ما تقولوا كده إن نهايتها كانت راحة. بديعة اتحطت في ملجأ، وبعد وقت قصير من وضعها في الملجأ احترق الملجأ وماتت بديعة وهي لسه طفلة. تصبحوا على ألف خير. السلام عليكم.